الأستاذ حسن عبد الله الشرفي، فقط نقطة أخيرة أود أن أتحدث عنها، وهي وزارة الثقافة هل تعطيكم ذلك الحجم الذي تستحقونه أم أنها مقصرة؟ بكل صراحة، لأننا لا نلحظ منها إلا إصدار بيانات النعي، أما في حالة تكريم كبار وعمالقة اليمن في الشعر وفي غيره من المجالات فإنها تغض الطرف. هل هنالك تفاصيل لا نعرفها عن هذا الجانب؟ سبق في مجلس عامر بالزملاء وفيهم مسؤولون من وزارة الثقافة من المهتمين بالثقافة ومسؤولين، قلت لهم شرط الوحيد أن لا أكرم بعد موتي إطلاقا أبدا. أنا كذلك العظيم اللبناني الذي شيعه في نعشه وأوصى أن تظل قدمه مكشوفة فوق النعش لتكون في وجه الآخرين الذين يكرمونه بعد موته. وبتلك الكلمات الصادقة والتي تخرج من القلب لا يسعني إلا أن أشكر سعيدا الأستاذ الكبير حسن عبد الله الشرفي شاعر اليمن، وهو البحر الذي لا ينضب من الشعر والإبداع بكل أنواعه. سعدت أيضا وأنا في مقيله وقد استضافنا خير ضيافة، أنا وزميلي المخرج ماجد زيد الذي يحييكم، وشكرا لكل سامعي إذاعة حجة. شكرا لكم، ملتقانا إن شاء الله مع الأستاذ إن كان في العمر بقية لنا وله إن شاء الله، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله. الأستاذ